هاي جايز، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا تمام. رجعت لكم فيديو جديد بعد غياب طويل لمدة سنة. ليه؟ لانه ببساطة يعني كنت في ثانوية عامة ببساطة بجد. خلينا نرمي كل الكلام والثانوية عامة دي كلها على جنب عشان انا راجعه لكم بافكار قوية بجد جدا. لان حرفيا طول الفترة اللي فاتت كنت عمالة ادور، واي حاجة مثلا تقابلني وانا بقلب على البنترست، وانتوا طبعا عارفين ان انا بقعد عليه كتير وباخد منه الافكار والالهام. بجد اي صورة بتعجبني واي حاجة ببقى عايزة اعملها بعملها سيف عشان ان شاء الله اعملها فيديوهات اليوتيوب بعد كده. انا عارفة ان لما راجع التفاعل زي الاول مش سهل، وخاصة على اليوتيوب طبعا كأني لسه مبتدئة في اليوتيوب، وبرده التفاعل في الاول ما كانش اللي هو واو، بس في نفس الوقت كان في تفاعل. كنت برده بشوف تعليقات اللي هو هرجع امتى وكده، فبجد بحبكم جدا وبشكركم على اي تعليق حلو كويس انتوا كتبتوه. النهارده هعلمكم ازاي تعملوا اكسسوار من اللولو او خرز اللولو او خرز اللولي. فطبيعي وانا قاعده على بنترست شفت الصوره دي، صوره لاسوره من خرز اللولو، بجد عجبتني. ممكن تضيف لمسه حلوه جدا للاوتفيت اللي احنا لابسينه لو هنلبسها وكده، فعجبتني. فيلا بينا نحاول ان احنا نعملها. بس قبل ما نبدا الفيديو، لو انتوا لسه جديد في القناه ما تنسوش تعملوا سبسكرايب، تضغطوا على زر احمر تحت الفيديو مكتوب على الاشتراك او سبسكرايب، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد انا بعمله. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، ويلا بينا نبدا الفيديو. اول حاجه هنستخدمها هو السلك ده، بيكون موجود في محلات الخرز فضي وذهبي. انا جبت الذهبي على اساس الصوره، بس ده سمكه نص مليمتر، فلو شفتوا سمك اتخن من كده هاتوا، لانه بجد هيمسك الاسوره وهيكون احسن بكتير. وخرز اللولو اللي هنستخدمه واقفال زي ما انتم شايفين، وحلقه كده عشان نقفل بس الاسوره كويس. القفل ده هيسهل علينا جدا عمليه التقفيل، هنلاقيه في محل الخرز، ومقص عشان نقدر نقص السلك. بعد كده هناخد طول مناسب للاسوره من السلك ده، وبعد كده هبدا اني اتنيه لجزئين زي ما انتم شايفين بالطريقه دي. طبعا عشان هيكون في احد السلكين هنحط خرز اللولو، والسلك التاني هنلفه حوالين خرز اللولو. هيكون في كده حته متنيه صغيره، هنجيب بس حته سلك صغيره وهنلفها حواليها عشان يكون التقفيل شكله كويس قوي، وعشان برضو نعرف نحط كبدايه يعني نحط خرز اللولو هتكون بالشكل ده. وبعد كده هنقص اطراف السلك الصغيره دي ونحاول ان احنا نتنيها عشان ما تكونش اطرافها حاده. هفرد السلكين وهبدا اني احط خرز اللولو في سلك واحد من السلكين دول. انا بدأت طبعا ب3، وبعد كده قلت خلينا اخليها 4، يعني 4 خرزات في كل قطعة، فانتوا زي ما انتوا حابين. بعد ما حطيت 4 خرزات لولو هبدا اني اخد السلك التاني وهبدا اني الفه لفتين 3 صغيرين كده، بس عشان اعمل مسافه بين كل جزء والجزء اللي انا هعمله. هيكون بالشكل ده. طبعا هكمل باقي الصوره بنفس الطريقه عادي جدا، وبرده هاخد السلك التاني وهلفه لفتين 3 تحت الجزء اللي انا عاملاه تحت الخرز اللولي. نقفله بس كويس عشان اللولي ما يسيبش بعضه. هيكون بالشكل ده عشان بقى الاسوره تكون ماخده مثلا شكل اللولب. اساس الشكل اللي عاملاه دلوقتي هنحط خرز اللولو في السلك الشمال، وهنسيب السلك اليمين هنلفه حوالين خرز اللولو. المره الجايه هنحط خرز اللولو في السلك اليمين، والسلك التاني هنلفه حوالين خرز اللولو، وهكذا. طبعا ده هيكون شكل الاسوره في الاخر. هيكون في طرفين كده في النهايه هنقصهم، وبعد كده هنلفهم حوالين بعض، وهناخد القفل اللي انا قلت لكم عليه في الاول ده هنحطه بالطريقه دي بالظبط. وبعد كده هنقفل عليه جامد جدا، لازم تقفلوا عليه جامد عشان ما يسيبش منكم. طبعا الاسوره هتكون بالشكل ده. هبدا بقى اني اخد الحلقه والقفل واحط الحلقه جوه القفل، وبعد كده احط الحلقه كمان مره جوه القفل التاني، واقفل الحلقه جامد برضو، وبس ده هيكون شكلها. هبدا بقى اني طبعا الاسوره معموله من السلك، فهعمل شكلها على هيئه الدايره كده عشان تاخد شكل الاسوره. وبس دي النتيجه، وده شكل الاسوره في الاخر. حلوه جدا وعجبتني ورقيقه كده، ممكن تتلبس على اي اوتفيت، كمان ممكن تتلبس مع الساعه مثلا، يعملوا شكل حلو جدا مع بعض. بس كده بنكون خلصنا فيديو النهارده. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم، كمان تكون الاسوره الرائعه اللي احنا عملناها مع بعض دي جميله صراحه، عجباني حتى لو السلك مثلا مش مظبوط شويه وكده، بس الصراحه عجباني. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم، كمان تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو عجبتكم النتيجه ما تنسوش تقولوا لي رايكم تحت في التعليقات. وبس بحبكم جدا واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.